بيبدأ فيلمنا النهارده بداليا ديسكو وهي بتجري عكس الطريق بالموتوسيكل بتاعها، وبيقابلها في الطريق جهاز مكافحة الأشرار عشان يقبضوا عليها، بس هي بتعرف تلف بالموتوسيكل بتاعها وتهرب منهم، وبيجروا وراها بس هي بتفلت منهم وبتخش المقر بتاع الستة الأشرار. ولما دخلت المقر كانت جابت خريطة سلسلة حجر الوحوش الأسطورية. قابلت جوه سيد مرزبة ونونا الشعنونة وخدها منها روان وحدفها لاستاكوزا عشان يديها للزعيم بتاعهم وحيد أبو كف. ولما فتحوا الخريطة قال لهم إن الحجر ده هيخلينا أقوى وأعظم أشرار في العالم، وهيسافروا الصين عشان يجيبوا الحجر. ولما أبو كف وصل وفتح باب الكهف ودخل جواه وهو بينزل اتزحلق وكان هيموت. ولما شاف الحجر وقال له اهلا يا غالي، بس لما جه يطلب اتفتحت بوابات حراس الحجر وابتدوا يهاجموه، بس هو ضربهم وعرف ياخد السلسله وخد قوه الوحوش الاسطوريه. بس لما طلع من الكهف لقى جيش دهب بيجري وراه عشان يحاربوه، وباقي الاشرار راحوا له بالطياره وحدفوا له حبل يطلع عليه، بس وهو طالع للاسف مفيش صحوبيه في المال الحرام. قالوا له انت عجزت يا جدو. استاكوزا